اللي عايز انصحها للولاد بتوع المدارس، بلاش الاكل بره، بلاش الاكل بره. يعني عدد كبير جدا من اللي بنشوفهم عندهم سمنه وزنه زايد بسبب الاكل بره. طب وليه؟ طب ما ماما عامله اكل حلو جدا جدا، بتفضل الاكل بره ليه؟ ده نلغيه نهائي في حياتنا، نلغيه نهائي، لانه ضار جدا جدا جدا. ناهيك عن جرثومة المعدة التي تتنقل بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة. جرثومة المعدة بتتنقل بايه؟ باللعاب وبالبراز. طيب اللي عمل السندوتش ده انت ضامن ايديه؟ ضامن دخل التويلت وغسل ايده بميه صابون وهو خارج؟ ضامن؟ مش ضامن. بلاش. اللي بيعمل السندوتشات ده عطس وعنده جرثومة معدة عدا كل اللي خلى. حذاري من الأكل بره البيت، هتحمي نفسك من السمنة ومن جرثومة المعدة ومن مشاكل أخرى. ليه؟ لأن احنا دايما بنقول الأكل لازم يبقى متوازن. لطلبة كلية الطب بالانس الدايت، يعني النشويات تمثل 40%، 45%، الدهون تمثل 40%، البروتينات تمثل 15%. مين اللي هيعملها كده بره؟ مين اللي هيظبط لك هذه الظبطة؟ لكن أكل البيت هيبقى أكل نظيف، الوالدة اللي عاملاه هي اللي هتقدر توكلكم.